بك كابتن، ولا يمكن أن أفوت الحديث، وأنا بدأت بالحديث عن سمو الأمير الوالد إلا بالحديث معك. تربطك علاقة شخصية بهذا الرجل، يحب محمد أبو تريكة الإنسان ومحمد أبو تريكة الرياضي، وكان لك لقاء معه وتابعت معه مباراة المكسيك والسعودية في كأس العالم 2022، واختار محمد أبو تريكة فقط ليكون معه في جناح فقط محمد أبو تريكة والأمير الوالد حمد بن خليفة. طبعا البقاء لله، رحم الله أمير الوالد. وأول ما سلم علي قال لي أهلا بالغالي، فطبعا كانت أول لقاء لي، فأنا اتشرفت بيه جدا. هو على المستوى الشخصي كأنك بتقعد معاه كأنك تعرفه من زمان، فهو الصراحة حط قطر على الخريطة، عرف العالم بقطر في كل المجالات، مش في المجال الرياضي بس. هو خد المجال الرياضي كوسيلة معرفة العالم بقطر. جاب كاس عالم للمنطقة العربية، أول بلد عربي إسلامي ينظم كاس عالم، فهو عمل نقلة نوعية للبلد. وكل ركن وشبر في قطر حزين على هذا الرجل، لأنه هو اللي بنى قطر. انت تروح في كل حتة قطر الآن حزينة وحزن بصدق، والجنازات بتاع الزعماء هي اللي بتقول. أنا كنت حاضر في الجنازة، الصغير والكبير، الشباب والرجالة، العواجيز والستات، الأطفال. لا، دي أكبر جنازة في تاريخ قطر موجودة، وكله بيدعو بإخلاص، لأنه أحب القطريين بإخلاص. الزعيم العربي الوحيد اللي زار غزة، الزعيم العربي اللي كان حاسس بمشاكل الأمة العربية. فرحم الله الأمير الوالد. وزي على المستوى الشخصي أنا قابلته مرة واحدة، إنما هي كانت الصراحة إحساسا كانت تعرفه من زمان. أتذكر أنك قلت لي في لقائك معه قال لك إنه يحب مصر كثير. قال لي أهلا بالغالي، أنت بتفكرني بمصر. وكان بقى ولاده جم حواليه وبتاع، فقال لهم خلي بالكم مني. قال لي دي بلدك، البلد دي بلدك. فالصراحة كان لقاء مؤثر. وطبعا أنا عايش في وسطكم، بقيت واحد منكم، فاللي بيحزنكم بيحزنني. فرحم الله الأمير الوالد، وأسكنه فسيح جناته، وجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين. وأعان القطريين والأمة العربية بإن شاء الله إن هم يقوموا مرة تانية. وللأمير اللي أنا لسه ما شفتوش، شفت والده وكان لسه ما اتشرفتش بيه، فربنا سبحانه وتعالى يعينه ويرزقه الصبر والاحتساب، لأن البلد محتاجة هذا الرجل والمقيمين به واللي حواليه واخواته. فلكم عظم الله اجركم جميعا. شكرا كابتن، ولا نقول الا كما امرنا الله. لا حول ولا قوه الا بالله، وانا اليه راجعون. زين الدين زيدان بحذائه الذهبي اقصى اسبانيا انذاك، لكن بعد ذلك اسبانيا بدات مشوارا ذهبيا مليئا بالالقاب. هنا لقطات لوصول المنتخب الفرنسي، لا يوجد زيدان في هذا المنتخب، لكن يوجد مجموعة كبيرة كابتن محمد من النجوم التي يتمنى أي نادي في العالم أن يمتلك نصفهم. اللقاء ده يا كابتن محمد ما بين رقم 1 في العالم ورقم 3 في العالم أو في البطولة. هتقول لي فين رقم 2؟ أقول لك الدكة بتاع منتخب فرنسا. بعاد يعني فعلا؟ أيوه. لا طبعا، دي أحسن فترة لديشامب مع المنتخب كلاعب. أنا استمتعت في فرنسا 2018 في روسيا خدت كاس عالم، بس ما استمتعتش. كاونتر اتاك بالهجمات المرتده في الكثير من المباريات. اليورو وصلوا سيمي فاينل بس ما استمتعتش. صحيح. النهارده انا مستمتع بفرنسا. فرنسا قويه دفاعيا وسريعه هجوميا ومهاريين هجوميا، تحب تتفرج عليهم، تمسك مين ولا مين. بس فكر ديشان كابتن ولا هذه المجموعه اجبرته على لعب كره قدم بهذا الجمال؟ خلي بالك هو هيسيب المنتخب، فاهم؟ فما عندوش ضغوط، والقماشه اللي معاه تتيح له انه يلعب كده. دلوقتي انا لو اسبانيا هلاعب دول ازاي؟ قول لي انت. لو عملت لو بلوك عندهم اولوسيه وديمبلي ودويه، لا وراح تلعب عكس هويتك. لو لعبت هاي بريسنج وضغط عالي، طيارات قدام. ففرقه بدون اخطاء. انما اسبانيا هتبقى مزعجه ليه؟ الجيل ده بتاع اسبانيا عقده الجيل ده بتاع الحالي بتاع فرنسا. على مستوى الانديه ولا المنتخب؟ والمنتخب كسبوا في اليورو، كسبوا في دوري الامم الاوروبيه، كسبوا في الاولمبياد. فالنهارده مباراه معقده، رغم الافضليه تروح لفرنسا، انما هي مباراه معقده. ليه يا كابتن محمد؟ اسبانيا صبوره، اسبانيا بتلعب الاستحواذ،
تعالى بقى اضغط واستخلص الكوره. فممكن النهارده الاداء ده يبقى مزعج شويه لفرنسا. عشان كده بقول لك هي مباراه معقده، انما على الورق فرنسا الافضل. فرنسا زي ما قلت لك عندها منتخبين. الناس كلها بتتكلم على هجوم فرنسا. امال دفاع فرنسا دي اللي عندهم قلبين دفاع من احسن قلبين دفاع موجودين في العالم، صليبه واوباميكانو. هدفين في مرماهم فقط. قبل البطوله يقول لك وسط الملعب نقطه ضعف. النهارده رابي وكوني من نجوم البطوله عاملين التوازن للفرق. فاعتقد النهارده الافضليه لفرنسا، وانا مستمتع بفرنسا عن 2018 خدوا كاس العالم. وده متوقع، وده السيمي فاينال اللي بيحلم بيه الفيفا، لان النظام بتاع القرعه يا كابتن محمد الاربعه الاوائل في التصنيف لو طلعوا اوائل مجموعاتهم يوصلوا سيمي فاينال. فالسيمي فاينال ده اللي كان بيحلم بيه الفيفا، واللي بيحلم بيه الموجودين المتابعين لكاس العالم. وفير وكلهم خدوها بذراعهم الصراحه. فدول يا كابتن دول يعني مع تحفظ المصريين على وصول الارجنتين للسيمي فاينال. يعني الفار برضه حتى تعيين الحكام النهارده السيمي فاينال السلفادور وامريكا، مع انهم كانوا في الادوار التمهيديه والمجموعات الحكمين ما كانوش كويسين. فما علينا. فالنهارده المباراه منتظره، لان زي ما قلت لك من الناحيه التكتيكيه اسبانيا بتعرف تلاعب فرنسا، وفرنسا عندها الافضليه سواء بتلعب لو بلوك او بتلعب على الضغط العالي، لانهم عندهم كل الحلول لكل الاساليب الموجوده للمنافسين. كابتن محمد، نتحدث عن قوتين عظميين على مستوى العالم، الكثير من المواجهات، وربما احيانا كثره مواجهات بين منتخبين على مستوى المنتخب الاول وحتى على المنتخب الاولمبي احيانا تذيب الفروقات الفنيه ان كانت اصلا موجوده بين المنتخبين. خلينا نتفق ان المدرستين كبار في عالم كره القدم، ومدرستين مختلفتين. المدرسه الفرنسيه القوه البدنيه والسرعه والمهاره مباشره اكثر. واحنا عارفين المدرسه الاسبانيه الاستحواذ والانتشار والصبر لحد ما تظهر الثغره او نقاط الضعف. فانا بشوف ان المدرستين زي ما قلت يا محمد مختلفتين، والصراع الاقوياء لما يبقى المنتخبين اقوياء من يبادر اولا وياخد الخطوه الاولى يكسب. اللي هيبادر النهارده وياخد الخطوه الاولى هيكسب. فده مهم قوي. فرنسا تحول نقاط قوه المنافس لنقاط ضعف، شفناها مع المغرب. حكيمي نقطه قوه حولها لنقطه ضعف. اسبانيا تحرم المنافس من نقاط قوته. اسبانيا تحرم المنافس من نقاط قوته. فالنهارده المنتخب الفرنسي محتاج مساحات، هو مش هيديله مساحات. محتاج انه يعمل على التحولات، هو هيبقى الاستحواذ وهيبقى بقى الدفاع بتاعه وهو بيهاجم يبقى واخد باله. بس كابتن في تغير كبير في المونديال بين ما شاهدنا حتى الان وما شاهدنا في دوري الامم مثلا في هذه المواجهه بين المنتخبين. تشعر بان النسخه التي كانت في دوري الامم مختلفه عن النسخه الحاليه حتى مع وجود معظم الاسماء، لكن فرنسا الان تشعر انها في قمتها. معاك. فرنسا بقت احسن وافضل واسرع وامهر. اسبانيا بقت ابطا واقل خطوره. وهقول لك ليه اقل خطوره يا كابتن محمد. لامين يامال مش في جاهزيته، بدري مش في فورمته، فعشان كده ده يأثر على شكل الاداء المنتخب اسبانيا. فرنسا لا، فرنسا عندها بالون دور ومش النجم الاول. عندها الثلاثه اللي في الامام صراحه مرشحين للكره الذهبيه، اوليسي ديمبلي وامبابي. المنتخبين يا كابتن محمد فيهم حاجات غريبه قوي في عالم كره القدم ما شفتهاش، ان يبقى في بالون دور وفي النجم يبني الفرقه تبنى حواليه. يعني رودري بالون دور بس الفرقه مبنيه لامين يامال. صحيح. فرنسا ديمبلي بالون دور بس الفرقه تخدم اكتر على كيليان. فدي غريبه في عالم كره القدم. وزي ما قلت النهارده فرنسا عندها كل الاساليب او كل اللاعبين، نوعيه اللاعبين اللي تضرب اي اسلوب. تلعب بقى تكتل عندهم المهاريين، تلعب على الضغط العالي عندهم الطيارات اللي قدام. فالنهارده المفروض ان دي اعلى مباراه من الناحيه الفنيه ومن ناحيه كوره بين المنتخبين دول، لان المنتخب الافضل تكتيكيا هو منتخب اسبانيا، انما المنتخب الافضل من ناحيه المهاره ومن ناحيه السرعه ومن ناحيه القوه البدنيه هو المنتخب الفرنسي. فالمفروض اللي احنا نشوف النهارده مباراه على اعلى مستوى. التفاصيل التشكيلتين كابتن محمد سبدا معك، تشكيله منتخب فرنسا التي شاهدنا تغييرا كبيرا ليس فقط على مستوى الاداء، على مستوى اسلوب اللعب كما ذكرت مقارنه بالنسخ السابقه. اصبح الفريق يفوز ويقدم كره قدم هجوميه وجميله. خلينا نتكلم على اول تغييرين عملهم عن مباراه المغرب. اولا تشاوميني وباركولا. انا في ظني ديشامب هيرجع ويسيب الكوره ويلعب على المرتدات. ده احساسي. هل هيبقى الشكل اللي انا بقول عليه ده مهتم قوي بالجوانب الدفاعيه وعاوز يضيق المساحات في نص الملعب وعاوز يدي قوه بدنيه في نص الملعب
ويعتمد على المرتدات، ده ممكن. يعني في رايك سيترك الافضليه متعمدا في الاستحواذ لاسبانيا؟ وده خطا، وجهه نظري غلط. ليه يا كابتن محمد؟ هو لعب كده في اليورو وخسر. الان انت لازم تبادر، هو لازم في الخطوه الاولى، لانه هو الاربعه اللي قدام لازم المنافس يفكر فيك. انت اون فاير. أيوة. في افضل حالاتك انت خدت الخطوه الاولى طالما الاربعه اللي قدام دول في حالتهم الطبيعيه. اي حد يا كابتن محمد هيجي يلاعب فرنسا هيفكر في اول حاجه ايه؟ الاربعه اللي قدام، مثل ما حدث مع المغرب في الشوط الاول مثلا. أيوة. فهو ممكن وجهه نظري ممكن يبقى غلط. نيجي للاسلحه بتاعت اسبانيا. اولا الاستحواذ، انت هتسيب الاستحواذ ليهم، دي مشكله بتاعتك، لازم تخش معاهم في الاستحواذ وتستحوذ. حاجه تانية، لامين يامال هو هيلعب جيم كويس من على لامين يامال. الثالث رودري، مين اللي هيضغط على رودري؟ لانه ده العقل المفكر، ده رودري بقى بتاع زمان قبل الاصابه. البطوله دي اداء كبير، فلازم الثلاث اسلحه اللي انا بقول عليهم دول لازم يخش فيهم، يلعب عليهم. الاستحواذ لازم تستحوذ وتخش الاستحواذ. لامين يامال تضيق عليه المساحات وترحل اللعيبه وتزود اللعيبه ناحيته، لان الناحيه الثانيه باينه وبتاع، لا مش هيعملوا خطوره. الثلاث اسلحه اللي انا بقول عليهم لمنتخب اسبانيا دول الاستحواذ، لامين يامال، رودري، لازم تتعامل معاهم كويس، وبعد كده هو اللي يفكر فيك مع احترامي. وانا قلت يا محمد المنتخبين الكبار لما يبقى قوي وقوي، اللي بيبادر وياخد الخطوه الاولى هو اللي بيكسب. فهو فكر كتير. الصراحه من الظلم ان كونيه يقعد، من الظلم ان دويه يقعد، لان الاثنين اداء كبير. فهو ممكن واخد المباراه على مراحل، احساسه لازم يهتم بالجوانب الدفاعيه الاول، وبعد كده يشوف الامور ماشيه ازاي ويلعب على التحولات. انما في وجهه نظري لو احساس اللي انا بقول عليه ده تحليلي هيبقى اخطا، لانه هو الان بالاربعه، يبدا بالاربعه اللي قدام، اي منافس لازم يفكر فيه الاول. الا تعتقد كابتن محمد ان هذه البطوله حتى الان في معظم مبارياتها كافأت الجريء وعاقبت الجبان؟ طبعا، عشان كده قلت لك لما في المباراه دي اللي هيبادر ويفرض اسلوبه هيكسب. انت كده بتريح اسبانيا لو هتسيب له يستحوذ، ما هو عاوز الاستحواذ وعاوزك في المناطق بتاعتك، وهو ما بيفقدوش الكره كتير. اسبانيا استحواذ نوعا ما وانتشار كويس، واستحواذ فيه صبر لحد ما تظهر بس يا كابتن محمد الثغره. شفناها في ماتش بلجيكا، شفناها في ماتش البرتغال. فهل انت عندك المقدره ان انت هتضغط وتتحول بسرعه؟ اولا هم ضغطهم العكسي كويس اسبانيا، فانا في ظني انه كان لازم يبادر ويمنع انه انا مش هديك كل حاجه انت عايزها. فده انت كده السيناريو ممكن يبقى سيناريو مغاير ويضغط عالي ويبقى يخش معاهم في الاستحواذ. انما اعتقد ان هو كابتن محمد المنتخب الفرنسي الان المنافسين يفكروا فيه كتير قوي، مش انت اللي تفكر في المنافسين. تحدثت عن كثير من الامور، من في رايك سيسيطر وستكون له الافضليه في الشوط الاول في هذه المباراه؟ احنا عارفين اسبانيا هتلعب ازاي. اسبانيا هتستحوذ. اللغز فرنسا بالنسبه لك؟ انهي شكل هيلعب بيه ديشامب وفرنسا؟ ممكن العيون كلها رايحه على كيليان وديمبلي ورايحه على لامين يامال، انما اعتقد مصير المباراه دي في اولمو في اسبانيا واوليسيه في فرنسا. كابتن محمد، هل اختار ديدي ديشان الاسلوب غير متناسب مع امكانياته العظيمه؟ الخوف وحش، الجبن في كره القدم على طول يعاقبك الكوره. لا، اللي فرض اسلوبه واللي بيلعب بشخصيته واللي بيلعب بسيطره هو اسبانيا، فتقدم منطقي لانه بيلعب باسلوبه وفارض اسلوبه. الضغط العالي اللي بيعمله استرجاع الكره بعد 13 ثانيه، 13 ثانيه مقابل 22 لفرنسا. هنا الفارق الكبير. الاكس جي، الاهداف المتوقعه الاعلى بالنسبه للمنتخب اسبانيا، فالتقدم منطقي. والخوف والجبن في كره القدم يعاقب اللي بيلعب بيه. محول فرقه عربيه فراري يا كابتن محمد مش لاقيه ولا شغاله. فاعتقد انه مشلول المنتخب الفرنسي، رغم انه عنده العديد من اللاعبين المميزين المهاريين السريعين، انما المسيطر واللي مستحوذ واللي محجم الامور ولاعب المباراه زي ما هو عايز هو المنتخب الاسباني. اي الشوط الثاني ننتظر كابتن محمد؟ فرنسا مغايره، لازم اللعيبه تفتكر ان هي بتلعب نصف نهائي كاس عالم، لا مش ماتش ودي. 45 دقيقه الاولى كانهم بيلعبوا ماتش ودي، فلازم حد يفكرهم انهم بيلعبوا نصف نهائي كاس عالم. الايقاع بتاع الكوره، مناطق الضغط لازم تبقى اعلى. هذا اسوأ شوط لفرنسا في البطوله حتى الان. مناطق الضغط لازم تبقى اعلى. دويه والتغييرات الموجوده بالنسبه للفريق ممكن يبقى شكل فرنسا في الشوط الثاني شكل مغاير.
أهلا بكم مرة أخرى. نذكركم مشاهدينا الأعزاء بأن علم إسبانيا بات أقرب من الكأس الذهبية بعد أن تأهل منتخب إسبانيا بشكل رسمي بفوزه المستحق على منتخب فرنسا بهدفين دون مقابل ليكون أول طرفي المباراة النهائية لمونديال 2026. بقي أن نتعرف على الطرف الآخر في النهائي، إما منتخب إنجلترا أو الأرجنتين، وفي كل الأحوال سيكون نهائي يحدث للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، لأن إسبانيا تأهلت مرة واحدة في مونديال 2010 عندما فازت على هولندا في المباراة النهائية في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ. إذن إما إسبانيا إنجلترا أو إسبانيا الأرجنتين على لقب البطولة، وإما فرنسا إنجلترا أو فرنسا الأرجنتين على المرتبة الثالثة في كأس العالم. كابتن محمد، وكانه منتخب آخر مختلف تماما عن المنتخب الذي تعادل وفشل في التسجيل في مرمى الرأس الأخضر في بداية هذه البطولة. هذا مثال ممتاز للمنتخب الذي يتحسن شيئا فشيئا خلال المونديال ويصل باستحقاق المباراة النهائية. طبعا عشان كده قدم أفضل مباريات، مباراة مثالية فيها ذكاء كبير، فيها تحكم، فيها هدوء. لا طبعا هم طبعا يا محمد الأسلوب اللي بيلعبوا بيه أسلوب الاستحواذ والانتشار الجيد والصبر يقتل أي حد، مع خوف ديشامب وخوف فرنسا والبداية الخاطئة في المباراة فاداله الأفضلية. أعتقد أن النجاح كبير لهذا الفريق وهذه المدرسة عموما اللي تعتبر مدارس كروية كبرى. النهاردة شفنا وسط ملعب رودري، رودري قدم مباراة مثالية، مفيش تمريرة غلط، متحكم في الريتم، بيقرأ الكرة التانية ازاي. شفنا فابيان رويز وانطلاقاته وتسديداته، شفنا لامين يامال على فترات يميل على الجهة اليمنى على فترات رغم ان هو مش جاهز، انما لبس لوكازين ضربة الجزاء بذكاء، لبسها له. فبكل ما كانت تجيله الكرة تحصل فيها خطورة بالنسبة للمنتخب الاسباني. فالنهارده الكرة الجميلة، كرة صاحبة الشخصية، الجريء اللي بيفرض اسلوبه، اللي ما كشش وخاف كسب، فنتيجة مستحقة لأفضل فريق دفاعيا. هدف واحد فقط في مرمى كابتن، رقم صعب. النهارده أداء كبير للفريق، في توازن كبير، ما فيش خوف، في شخصية، في فرض أسلوب. ما شفناش فرنسا النهارده، ما شفناش النجوم والطيارات اللي كانوا هذه اللقطة تلخص كل شيء. أيوه. مدرب والقائد الاثنين في يوم للنسيان. طبعا زي ما قلت لك يا محمد، الدي اوف للمدرب وللاعبين، حتى باللي نزل، حتى بالبدلاء. فأعتقد نجاح كبير ومباراة مثالية وفوز مستحق الاسباني. عندما ننظر الان لحقبه سنوات طويله لديدييه ديشون، ما الذي يمكن ان تتذكره الجماهير الفرنسيه عن تلك الحقبه؟ من ينظر لها بايجابيه قد ينظر للايجابيات، التواجد دائما في المستوى العالي في النهائيات باستمرار في اليورو وحتى في كاس العالم، وهناك من يمكن ان ينظر بان هذا الرجل لم يتمكن من استخلاص ما هو افضل من هذه المجموعه الذهبيه التي يتمنى اي مدرب في العالم ان يدربها. كان يجب ربما ان يفوز بالقاب اكثر مع هذه المجموعه. لقب واحد غير كافي، يعني هو فاز بكاس عالم بس، صح؟ خسر نهائي كاس عالم، خسر نهائي يورو. ايوه، بس الاجيال الموجوده للكره الفرنسيه كان المفروض بطولات كبيره. الاسبان بقى بيعرفوا يستغلوا الاجيال الذهبيه، مثل 8 10 12. ايوه، وهذا الجيل ده خد اليورو وممكن ياخد كاس عالم. ففرق ان انت لازم بيبقى فتره ذهبيه او اجيال ذهبيه، لازم تسيطر وتستحوذ. كل ما فتره يجي ريال مدريد مثلا على سبيل الانديه يبقى فتره ذهبيه بيستحوذ، برشلونه كده بيستحوذ. فالنهارده هو خد لقب وحيد كاس عالم، فممكن بقى الفتره ما الناس مش هتفتكر الا كاس العالم فقط لا غير. انما على المستوى الاداء حتى هذه المباراه كان الاداء بالنسبه لي كان اداء ممتع واداء هجومي كبير وفي توازن للفرقه. ان المباراه دي النهارده شفنا كل الاخطاء، كل السلبيات، مفيش تقارب في الخطوط، مفيش لعب كفريق كمجموعه، ولا يوجد عذر. انت في اخر ايامك مع هذا المنتخب اللي عشت معه في سنوات طويله، المفترض نقارتك كلها صح وتعرف كيف تستفيد من هذه المجموعه. وحاجه ثانيه يا كابتن محمد، هو سوري في اللفظ، هو خواف، هو خاف النهارده، خاف البدايه بتاعته تقول لك خاف انه يبدا بتشواميني وباركولا، يقول لك انه خايف من فرنسا، خايف من اسبانيا. الفرقه الثانيه يا كابتن محمد بتلعب كانها حصه تدريب، فاهم؟ اللقطات اللي احنا بنجيبها، ما في اللعيبه، كل اللعيبه الاسبان بدون ضغط، كده فريق، ده اسلوب لعب، فاهم؟ انت لسه متاخر، انت ما تقدرش، متاخر بص بيلعبوا كافراد مش كخطوط. فالاسبان مستريحين قوي، منتخب اسبانيا
مفيش ضغوط. ولما تيجي مثلا ترجع بقى شوف بقى المساحات الفاضيه اللي ما بين الخطوط يا محمد، بص المساحات قد ايه، وروح فيها اللعيب الحر، اللعيب الحر. فكأن احنا في حصه تدريبيه، يرجع كل اللعيبه بتاعت فرنسا، خلينا مع بعض ماشي حوالي 13 17 تمرير، تترد الكوره تروح لمين؟ لاسبانيا. شوف الانتشار بتاع اسبانيا، تطلع الكوره تروح لاسبانيا، تروح لاسبانيا لحد ما تيجي انت اللو بلوك بتاعك. وهذا كان اكبر فارق في نهايه الشوط الاول، استرجاع الكره. حتى في نهايه المباراه 11 ثانيه اسبانيا، 15 فرنسا. وهذه اللو بلوك اللي كان عايزه هو. شوف بقى الضرب اللو بلوك ازاي، العمق الهجومي اللي اولمو وباللمسه واحده. فالفريق اللي بيلعب كفرقه جماعيه وبشخصيته وباسلوبه واللي فرض اسلوبه كسب الكره. زي ما قلت لك يا محمد، بتحب الناس الجريئه، الناس اللي بتفرض اسلوبها وشخصيتها. انا مش رايح نص كاس عالم، نص سيمي فاينال كاس عالم عشان اخاف واعمل واسيب الملعب واسيب الاستحواذ واسيب الاسلحه بتاعت اسبانيا حره. لا تستفيد من اسلحتك، انت عندك اسلحه مخيفه. هذه اول استحواذ، السلاح الاولاني ايه؟ الاستحواذ، صح؟ الحاجه الثانيه، انت لما تيجي تستحوذ وفرقه قدامك بتضغط عالي، لازم يبقى في محطات اساسيه عندك تطلع عليها. لا طبعا، هم على طول اسبانيا بيستخلصوا الكره ب 13 ثانيه. فاعتقد النهارده احنا شفنا درس تكتيكي، درس تكتيكي الاسباني. يعني الفارق الاكبر في هذه المباراه كان تفوق مدرب على اخر. ايوه، وشخصيه. لان زي ما قلت لك يا محمد، دي المدارس اللي مع بعض، المدارس الكبيره لما تيجي تلاعب بعض، اللي بياخد الخطوه الاولى وبيفرض اسلوبه هو اللي بيكسب. النهارده اللي فرض اسلوبه ولعب زي ما هو عايز كسب. فعشان كده كل الحاجات اللي احنا بنقولها والاحصائيات في صالح مين؟ اسبانيا بالذات. كابتن الاهداف متوقع 2 مقابل 0.45. شوف استرجاع الكره يا كابتن محمد كام؟ 11 ثانيه مقابل 15 ثانيه. 11 ثانيه. فالنهارده زي ما قلت لك درس تكتيكي. وحاجه ثانيه بقى، انت نيجي لنص الملعب بتاع اسبانيا، ايه يا عم رودري ده؟ ايه ده؟ رودري، نهار ابيض يا كابتن محمد. رودري النهارده ما عملش باص غلط. بتلعب في كاس عالم سيمي فاينال وما فيش باص غلط، وبعدين باص للمستريح قوي، مش حاسس بضغط الماتش ولا ضغط اللي بيلعبه. فده رودري اللي احنا فكرنا بيه قبل الاصابه، او عمل بطوله كبيره. رودري اللي فاز بالتشامبيونز ليج مع السيتي. ايوه، عمل بطوله كبيره ومتاحه يا كابتن محمد في كل حته، فاهم؟ وامتى بقى يروح للشمال ويروح لليمين، حتى الكره الثانيه، حتى لما يسترجع الكوره، حتى لما يجي يعطل الهجمات المرتده. فده عقل الفريق ومدبر الفريق ونجم المباراه بالنسبه لي. خد بورو مستحقه، انما ده نجم المباراه بالنسبه لي رودري. كثيرون يرون بان الارجنتين لم تقدم بطوله كبيره، فازت بصعوبه في الكثير من المباريات رغم ان مشوارها لم يكن بالمشوار الصعب. انجلترا نسبيا لعبت مباراه اصعب شويه مع المكسيك ويمكن مع سويسرا، لكن مباراه اسبانيا اليوم تعطينا شعور كابتن بان الوحش قد يستيقظ دائما في نصف النهائي. بص المنتخبين يعني انجلترا 2 لعيبه، هاري كين وبيلينجهام. الارجنتين لعيب واحد رقم 10، فايهما يرجح الاخر؟ انا عايز احنا شفنا نهائي اليورو اسبانيا انجلترا، عاوزين نشوف اسبانيا ارجنتين، والاسهل لاسبانيا انجلترا مش الارجنتين. يعني صح انه راح يلعبوا معهم كوره الاسهل لاسبانيا. الارجنتين اصعب، اخبث كرويا وعندهم ميسي. فاحنا عاوزين نشوف بقى غير نهائي اليورو. فاعتقد ان الارجنتين ممكن يبقى لها اسبقيه، بس الاثنين منتخبين. يعني انت مع يوسف ارجنتين اسبانيا. المنتخبين 2 لعيبه للارجنتين، لانجلترا جابوا 13 جول يا كابتن محمد. منتخب انجلترا 12 منهم بيلينجهام وكين. صحيح، 6-6. والارجنتين مرتبطه برقم 10. بيلينغهام هو افضل هداف بين لاعبي خط الوسط من يلعب مباراه نهائيه مع منتخب اسبانيا.